طلبت من جوزها يكتب لها عيوبها. الست اتصدمت. تفتكروا كتب لها ايه؟ واحدة ست طلبت من جوزها انه يكتب لها عدد من صفاتها السلبية اللي يتمنى انها تتغير فيه، وده بناء طبعا على طلب الجمعية النسائية اللي هي مشتركة فيها. وما صدق الراجل طبعا انه يمسك الورقة ويكتب. تفتكروا كتب ايه؟ كتب اللي مش ممكن راجل ممكن يفكر فيه: بحب مراتي زي ما هي ومش شايف فيها اي عيب. واداها الورقة متطبقة زي ما طلبت الجمعية من أعضائها. تاني يوم رجع الراجل لبيته، لقى مراته مستنياه قدام الباب وفي ايديها مجموعة ورد جميلة ومستقبلاه بالدموع من شدة فرحتها. كانت مفاجأة عظيمة بالنسبة لها، وخصوصا انها اكتشفت المديح ده على الملأ، واخدت جايزة احسن رد زوج. بيقول الزوج ان كان عند مراتي يمكن اكتر من 10 اخطاء او عيوب ما بتعجبنيش فيها، الا اني عارف ان اصلاح العيوب دي او علاجها مش بذكرها ابدا. والعجيب بقى ان مراته اتحسنت بنسبة اكتر من 70% وعلى في نظرها قوي. ذكر العيوب عادة بيولد النفور والاكتئاب واحيانا العناد، وخاصة لو كان قدام الناس. أما المديح فبيخرج كل الحب والسرور وبيدي طاقة إيجابية جميلة، وبيكون محفز أكتر على التحسن. وقولوا للناس حسنا. كان معكم بسمة مجدي، أشوفكم على خير.